اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. تعالوا النهارده نعمل اكله جديده. انا اول مره اعملهم الاتنين مع بعض، يعني عمرهم ما شفتهم اتفقوا مع بعض. بصراحه اسمع دايما اليوتيوبرات وكده، لما باجي اتفرج على اليوتيوب وكده اشوف مثلا مكرونه وكبده، كبده ومكرونه، فازاي يعني اللي هو ازاي يعني. فقلت هجرب النهارده ونشوف النتيجه بتاعتها تطلع يعني ميكس كويس ولا مش ميكس كويس. يعني جبت نص كيلو من الكبده وسبتها تتصفى من كل الدم اللي فيها، ما غسلتهاش طبعا بميه ولا باي حاجه، تقدري تغسليها بخل. حطيت عليها معلقه من الثوم وكمون وبابريكا وفلفل اسود وملح وسيكه كده من الجنزبيل وعصره ليمونه ونقطه خل. وتقدري تستبدلي اي حاجه مش بتحبيه، اهم حاجه معلقه الثوم، لان هي تخليها لك في تيست عالي قوي، هتخليها لك عامله زي الكبده بتاعه المحلات كده اللي نجيبها من عند اي مطعم يعني من بره وكده. بقعتين من الزيت كده ونقطه الخل اللي انا قلت لكم عليه. وعاوزه اقول لكم شعره من السماق وشعره من السبع بهارات. تمام. السماق ده نوع تابل بيجي من عند العطار يعني، وحاليا بقى في الهايبرات في السوبر ماركت وكده، بيجي في ازازه على بعض وكده. المهم بستعمله في تتبيلات المشاوي والحاجات اللي زي دي. عاوزه اقول لكم ان اشياء القدر وما عملتش الكبده دي في نفس اليوم، مع اني كنت متبلاها وسايباها على اساس ان انا ساعه كده ولا حاجه وهعملها. تقدري تعمليها كده وتعينيها في قلب التلاجة في قلب الفريزر، وتبقى جاهزه على يعني على الاستعمال على طول. في الوقت ده بقى انا طلعت الصلصه من الفريزر وحطيته يفك. وعقبال بقى ما كان يفك طبعا انا اقول لكم يومي بالتفصيل. انا تبلت الكبده وركنتها وحطيت الصلصه تفك وسبتها، وبعدين جالنا ناس ونزلنا وسبت كل ده، وما حصليش نصيب ان احنا يتعمل في نفس اليوم. كان عندي لفه جلاش بس كانت للاسف سيئه، كنت عاوزه اعملها بشكل تاني يعني، بس كانت معرفش سوء استعمال مني، سوء يعني حفظ مني، ولا هي اللي كانت مش كويسه كده، مش عارفه بصراحه. بس عادي يعني هندويها ونعملها. انا اولادي مش بيحبوا المكسرات نهائي. تقدري تشيلي لفه الجلاش بحالها تحطيها في قلب صينيتك زي ما هي كده بحالها كده من غير ما تورقيها. بس انا عملت معاكم الطريقه دي مره وقلت اجرب الطريقه دي معاكم مره، بس بصراحه وبما يرضي الله دي احلى من التانية، لان التانية بتاخد كميه سمنه رهيبه عشان ترجعي لنفس التست. تمام. بصوا يعني ما عملتش اي افتكاسه. انا كل الموضوع ان انا شلت الجلاش حطيته في قلب الصينيه ورصيته بشكل كويس، او حاولت ان انا اظبط شكله يعني، لانه هو كان مكسر فعلا يعني جدا يعني، متبهدل مني جامد. المهم لميت بقى كل البواقي دي وقمت جايه ركناها بقى وسايباها كده، وعلى وشها معلقتين سمنه كده، سمنه بلدي، زبده، سمنه على زيت، اللي رايحك اعمليه. تمام. وكمان لفت الجلاش صغيره جدا على الصاجه دي، على الصينيه دي. واقول لكم بقى طريقه تسويه الجلاش حلوه قوي، لان الاول اكتشفت ان ما كنتش بعرف اسويه الاول يعني. المهم تعالى نعمل السيرب مع بعض الاول وبعدين نكمل. حطيت كوبايتين من الميه عليهم كوبايه من السكر. تقدري تحطي كوبايتين من السكر. لا انا حطيت كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايتين من الميه، سوري، لان شربات تقيل يعني، عاوزينه شربات تقيل. كوبايتين من الميه عليهم كوبايه ونص من السكر. تمام زي ما قلت لكم كده. وبعدين اقوم جايه بقى حطها على البوتاجاز وحطي شعره فانيليا وعصره ليمونه. تقدري تحطي قشرها وتقدري ما تحطهاش. تمام. هقول لكم بقى تسويه الجلاش كويس جدا. لا انا الاول سخني الفرن بس ما يكونش حامي جدا يعني، وبعدين اطفي الشرقه من فوق، وما تحطيش الجلاش بتاعك على الارضيه ولا على اللي تحت ولا على اللي فوق، حطيه على اللي في النص، وخلي النار متوسطه. ليه؟ عشان اللي من جوه واللي من تحت واللي من جوه واللي من فوق كله يستوي يبقى زي الفل. السرب بتاعي تقيل وزي الفل، يستاهل بقكم. وصينيه الجلاش طالعه لونها روعه، الوش بتاعها ما اخدش ثواني يعني. حطي بقى الشربات اللي بتحبيه يعني او كده. كان مورق، كان عامل زي الفطير بالظبط، حرفيا كان عامل زي الفطير. هما يا دوبك دي طلعت على قد دي يعني، مبقاش حاجه يعني وكده. تمام. صينيه الجلاش ده بقى تقريبا كنا يومها بالليل. تمام. ده كان يومها بالليل يعني، صينيه الجلاش ان اكلناها في نفس اليوم او اتعملت في نفس اليوم. حطي بقى الشربات اللي بتحبيه كتير شويه حطي، وفي الاخر بتصفى الباقي كده كده سيان. هو كده كده الجلاش بيبقى خفيف اصلا، مش زي بقيه الحلويات التقيله وكده. انا ما حطيتش مكسرات عشان ولادي مش بيحبوها. تقدري تحطي انت مكسرات. بصوا لما شرب اللي هو عاوزه بقى وشرب كميه اللي هو عاوزها وكده، فضيت انا بقى كل البواقي كده، لان احنا مش بنحب الحاجه مسكره قوي. لون الجلاش طالع روعه. بصوا وعلى فكره انا ما قطعتوش وهو معمول يعني. بصوا ما قطعتوش قبل ما اسويه، مع ان المفروض يتقطع بس انا نسيت اقطعه.
بس عادي والله، انا قطعته برضو طلع كويس جدا، ما كانش فيه اي حاجه. ده تاني يوم بقى شلت بقى الكبده بالصلصه بكل حاجه انت في قلب الفريزر بحالها كده. انا هعمل المكرونه من غير ما تتسلق. تمام، انا جبت كيس الصلصه بتاعي، حطيت فيها شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه 7 بهارات، وقومي جايه نازله بمعلقتين زيت، وقومي جايه نازله بكيس المكرونه. وخلي الميه بتاعتك، انا طبعا زودت ميه على الصلصه، خلي الميه او الصلصه، الميه بالصلصه تغطي المكرونه. تمام، تغطيها كده كأنك بتسوي رز. وبعد كده لما تيجي تقلبيها، ولو خلت يعني حسيت ان هي محتاجه تاني، يبقى زودي ميه عادي، مفيهاش اي حاجه. تمام، تعالوا بقى نكمل بقيه الفيديو بتاعنا كده، ونشوف النتيجه بتاعتنا هتطلع عامله ازاي. هاتي بقى الطاسه بتاعتك كده على نار عاليه جدا، يعني على نار عاليه عامه. نزل معلقتين سمنه على معلقتين زيت على معلقه ليا بقى، هتخليلك الطعم بحته تانية خالص. لان الاكلات دي بتحب السمين يعني. ماشي، قبل اي حاجه حطيت حته فحمايه جنبي، وده اختياري طبعا. حطي بقى معلقتين زيت حلوين كده، لان دول طبعا بساط يعني جدا. حطيت بقى حته ليا تطرقع كده وتسيح اللي في قلبها، او زي ما انتم شايفين. المكرونه بتاعتي غليت، قلبها كويس جدا، وبعدين وطي عليها او اقلب عليها العين وسيبها مع نفسها بقى بعد ما تغلي. نفس عامليها معامله الرز بالظبط. والله يا جماعه انا بقالي كم مره بعملها كده، اقسم بالله بتطلع روعه فوق الروعه. حاولت اسيح حته اللي بتاعتي اهون على قد ما قدرت، وبعدين بقى قمت جايه نازله. كان عندي حوالي 4-5 صوابع كفته كده في الفريزر، طلعتهم وقمت جايه وانا عملت الكفته معاكم اكتر من مره على القناه، تقدروا تخشوا تشوفوها يعني. دي كانت بقى حته كده، وقمت جايه ركناها في قلب الفريزر. قلت زي بنت من البنات مثلا تقول يا ماما جعانه في يوم بالليل، مش عارفه كده يعني. المهم اشاء لها نصيب، اتاح لها نصيب، واتعاملت مع الكبده، لان هي كده كده مش هتكفي. صدمتها بقى صدمه كده، ربنا يكفيكوا شر الصدمه يا رب. صدمتها كده صدمه بقى حلوه كده، تاخد لون من هنا ومن هنا. ونزلت السمونيه اللي فيها. يا جماعه انا اكلتها عند اختي بجد، كانت وهم كبده مع الكفته دي، حاجه كده واو يعني. عاوزه اقول لكم حصل نصيب مش لاكتر مننا يعني، ولاكتر مننا، والحمد لله شكروا فيها جدا وطلعت زي الفل. الكفته بتاعتي اخدت لونها هي. ودي الكبده كانت متعانه في الكيس كده، كنت في نفس الطبق بالكيس بكل حاجه. طبعا طالعه متفرزه، ما لحقتش تفك، لان البنات جايين من المدرسه جعانين، من الحضانات جعانين وكده. قلت لهم بس انا هحطها دقيقه واحده، اغطي عليها سيكه واحده، دقيقه واحده بس، هدوم جاي فكه من بعضها. تعالوا نشوف المكرونه بتاعتنا عامله ازاي. بصوا المكرونه بتاعتي بقى بدات تشرب كده، تحسوها مبقبقه في نفسها كده، بق 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 مع نفسها كده. بصراحه كانت وهم والله العظيم، وكانت مفرفره وحلوه جدا. وفكره الصوص بتاع الكبده مع المكرونه ده طلع جميل جدا. فكت بقى مني الكبده، وقمت جايه حاطه عليها بصلتين كده كبار، كميه البصل اللي تحبيها عامه. بس انا بناتي صغيرين مش بكتر البصل قوي او الخضر اللي بيكون على حاجه يعني، لانهم في الاول وفي الاخر بيشيلوها ويحطوها لنا قدامي وانا اللي باكله. عندك فلافل الوان بقى، فلفل الوان احمر واصفر واخضر وكل حاجه بقى، كل انواع الفلافل اللي بتحبيها حطيها. حطيت بقى شويه فلفل كده، وعليهم كم الكفته اللي كانوا عندي. تقدري تعملي الكفته وتعملي يعني مثلا لو انتوا مثلا مش كتير، اعملي نص كفته، ربع كفته وربع كبده مثلا. لو انتوا قدين ربع وربع يكفوني انا وبناتي، لان هم صغيرين. وسوري على منظر البوتاجاز، لان كنت بقلي بطاطس وكده يعني، هينضف هيبقى زي الفل دلوقتي. قلبيها بقى كده تقلبتين. وعامه كل الموضوع ده ما بياخدش 10 دقايق على بعضهم على البوتاجاز. وعاوزه اقول لكم ان الكبده لما اتبلت وتنيتها في الفريزر صدفه في قلب تاني يوم، والله يا جماعه كانت طعمها جميل. انا في حياتي ما اكلت كبده بالحلاوه دي. هاتي بقى قطعه الفحم، ما كانش كانتش احمرت معايا قوي، بس عادي هتمشي حالها يعني. وقومي جايه حاطه نقطه زيت كده من بتاع التموين، خلي بالكم. وقومي جايه بقى سايباها بس غطيها كويس، ما تعمليش زي غطيها انت كويس جدا، اكتمي البخار بتاعها بحيث ان انت تاخدي احلى تيست. وبعدين بقى تكوني قاليه جنبها بطاطس، وتكوني مقطعه بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل اخضر وليمونتين كده وقطعه خيار مخلل وحبه طحينه، تكوني ضرباهم ضرباهم يعني. وانا عملت معاكم الطحينه قبل كده ونزلت الفيديو بتاعها.
وما شاء الله يعتبر من احسن الفيديوهات اللي عنده على القناه. شويه شيبسي، شويه قصدي بطاطس شيبسي كده كريسبي. المكرونه بتاعتي يا جماعه والله العظيم بصوا مفرفره ومفلفله وزي الفل. عملت لهم كل واحد اكل ساندوتش، وكل واحد اكل طبق زي ده كده مثلا يعني، واكلوا منها اتغدوا منها وتعشوا منها، واقسم بالله واتبقى حصل نصيب لحد تاني منها كمان. هو ده نصيبه يعني، الحمد لله ربنا بيبارك في الحاجة. ده منظر الكبدة بتاعتي، ما فيش اي حاجة عملتها ما قلتلاش لكم. ممكن انا عصرت قلت لكم ان انا حطيت ليمون وخل وتوابل فلفل اسود وكمون وبابريكا وشطة وسماق وسبع بهارات وحاجات كلها بسيطة يعني. عملت لهم بس سندوتش كده بلدي على بصلاية ومعلقة طحينة و70 كفتة على حبة كبدة وكده بالشكل ده كده. اللي عاوز من ده ياكل واللي عاوز من ده ياكل. اعملي جنبها بقى سلطه خضراء مشكله كبيره صغيره اللي رايحك اعمليه مع حته مخلله وعصره ليمونه كده، وكلي وادعي لي. اعملي بس بنفس الطريقه كده وما تقلقيش والله هتطلع معاكي زي الفل. ودول شويه بطاطس اللي ولادي ما كانوش صابرين. كده الفيديو بتاعي يكون خلص. اتمنى لكم بقى يوم جميل، واتمنى لكم ان انتوا تجربوا ده الخير المخلل بتاعي. كنت بوريكم قد ايه هو ناشف وجميل. اتمنى لكم ان انتوا تجربوا الاكله دي وان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.